إن الله يحب العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة يشكره عليها. قولوا الحمد لله. كان بعض السلف وهو يأكل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقيل له لماذا تحمد الله؟ قال احمد الله على أن رزقني النعمة، وأحمد الله على أن حركني حتى آكل هذه النعمة، وأحمد الله على أن أعانني على بلع هذه النعمة، وأحمد الله على أن أعانني على هضم هذه النعمة، وأحمد الله على أن أعانني على إخراج فضلات ما تبقى من هذه النعمة. ألا يحمد سبحانه وتعالى؟ ولذلك أيضا الشكر يا جماعة من بركاته يمنع العذاب، يمنع البلاء، يمنع الأمراض، يمنع الحروب، يمنع الأسقام، يمنع المصائب في الداخل وفي الخارج. وما يفعل الله بعذابكم، الله يقول إن شكرتم وآمنتم. يقف العذاب، ترى العذاب هنا مقصود به هنا في الدنيا وفي الآخرة، يعني يحوطك الله